مسا مسا على الحلوين حبايب قلبي اللي بيوحشوني من الفيديو للتاني. مساءكوا فل، مساءكوا هنا، مساءكوا كده كل حاجة حلوة في الدنيا يا رب. عاملين ايه؟ بتوحشوني والله العظيم. اخباركم النهاردة فيديو مختلف. بصي بقى، جايبالكوا بيتزا هات وسلطات بيتزا هات لغاية عندكم في البيت. مين فينا ما بيحبش سلطة الفاصوليا دي؟ فظيعة يا جماعة. عايزة اقولك لو ما جربتهاش بجد فايتك كتير. فظيعة فظيعة مغذية، موفرة، اقتصادية. بصي يعني بجد جميلة. مكوناتها ايه؟ مكوناتها زي ما انت شايفة، ده عبارة عن ربع كيلو فاصوليا، وواحدة فلفل الوان احمر وواحدة اصفر. بس كده بنغسلهم غسلة حلوة، وبنبتدي بقى نجيبهم نقطعهم كده زي ما هتشوفي معايا. الفاصوليا بس قطعيها كبير شوية، مش زي ما بتقطعيها للطبيخ، لا قطعيها كبير شوية. شيلي الحاجة اللي فوق واللي تحت وقطعيها زي ما انت شايفة كده. والفلفل الاحمر والاصفر برضو، عايزه تحطي فلفل رومي حطي، بس هي ما بيتحطلهاش فلفل اخضر، يعني هي الاساسي بتاعها الفاصوليا والبصل الاحمر والفلفل الالوان. تمام. اولا لو وصلتي لحد هنا من الفيديو، اوعي تنسي تحطي الشير واللايك والكومنتس الجميل المشجع اللي بيحفزني. هنا جبت حله بقى كده، حطيت فيها معلقه بيكربونات اللي انت شفتيها معايا، معلقه سكر، عصره ليمونه، وحبة خل. حلو كده عشان ادي الفاصوليا نص سلقة على النار كده، حاجة بسيطة، مجرد انها هتبتدي تدخل في السوا او مقفل عليها، يعني غلوتين تلاتة، ما بتاخدش 5 دقايق. هنا هي على النار خلاص بعد ما حطيتها ورفعتها قدامك. ببدأ اقطع الفلفل سلايزات بسيطة زي ما انت شايفة معايا كده. وعايزة اقولك يا جماعة الفلفل الالوان ده حكاية، وفوائده كتيرة جدا جدا، مش عايزة اقولك قد ايه. هنا المية غليت اهي زي ما بقول لك من شويه، قمت نازله بيها ايه بالفاصوليا. فبقول لك الفلفل الالوان ده مليان فيتامين سي بطريقه غير طبيعيه، مليان بقى حديد واملاح وحاجات زي ما انت عايزه تقولي قولي. فبجد يعني جميل، هاتوه مفيد جدا للاولاد. هنا بقى البصل الاحمر برضو اساسي معانا في الوصفه دي. بتقطعيه كده سلايزات كده ايه جوليان كده بسيطه رفيعه، وعلى قد ما تقدري رفعي كده في الخضار بتاعك عشان يطلع شكله وطعمه جميل جدا. جبت بقى البوله بتاعتي الخشب الشيك الاموره الجميله اللي كنت جايباها من بورسعيد دي معاكم. هنزل فيها بالدريسنج. طب الدريسنج ايه يا نهى؟ هنحط 3 4 معالق خل، 3 4 معالق زيت ذره او زيت زيتون، وهنزل بشوية ملح بساط، شوية فلفل أسمر، عصرة ليمونة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ولو عندك معلقة عسل حطي، ما عندكيش معلقة عسل معلقة سكر تكفي. وقلبي قلبي قلبي بقى بالمضرب بتاعك. وزي ما هتشوفي معايا كده دلوقتي هبدأ أنزل بالخضار. وخلصت الوصفة الجميلة بتاعتنا دي بقى يا جماعة. تتاكل حاف، تعمليها جنب نواشف، تعمليها لوحدها، تعمليها وتقطعي فيها كده لو انت خارجه او رايحه النادي، او مثلا في الجامعه، او الاولاد في المدارس. تعمليها وتقطعي فيها كده فراخ مشويه، او لو عندك فراخ باقيه بايته من امبارح، قطعه كده، وجبه متكامله. بصي هتوديكي في حته تانية خالص، هتشبعك، مليانه فيتامينات، مليانه خضروات. بجد جميله، لازم تجربوها. وهعمل لكم سلسله من السلطات المختلفه اللي هتعجبكم. خلاص بقى يا جماعه بقى، مش كل حاجه سلطه خضراء سلطه خضراء، لا، عايزين ننوع كده ونجدد، ونحبب الاولاد في حاجات مفيده وجميله ومشبعه، وفي نفس الوقت مش مكلفه. يعني انا جبت ربع كيلو الفاصوليا ده، الربع بحوالي ايه والله ما فاكره، يعني بحوالي 4 جنيه. والفلفلتين دول يعني بحوالي ايه، بحوالي 8 جنيه. يعني طبق السلطه كله ده وقعدنا ناكل فيه كل شويه ما كلفنيش 15 جنيه. شفتي بقى؟ بس المهم هنا بقى الدريسنج زي ما انت شايفه كده بقلبه. وهنزل بالبصل اول حاجه بالشكل اللي انت هتشوفيه معايا ده. بس عايزه بقى الاقي في التعليقات صلاه على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله، عشان انا اخد ثوابات وانتي تاخدي ثوابات، وتبقى دنيتنا جميله كده ان شاء الله باذن الله. ماشي يا حبايب قلبي. زي ما انتي شايفه كده عملت الدريسنج، بنزل بالبصل فيه. في بعض الناس بتقوم عامله ايه، نازله بالبصل وسايباه شويه، واما اجي اكل بقى اقوم نازله بالفاصوليا وبالفلفل. لا، انا بحب انزل بيه كل مره واحده، عشان يعني كل الخضروات دي تدوق من الدريسنج بتاعي وتاخد الطعم بتاعها. قلبي قلبي. بصي مش ممكن، عايزه اقول لك انا اكلت 3 4 5 6 معالق كده يعني وانا واقفه، والله شبعت، والله اكني اتغديت.
ايه رأيك بقى في الشكل والجمال؟ زي ما بيقولوا كده العين بتاكل قبل البق، والله بجد شكلها يفتح النفس. روعة روعة روعة. عايزة تحطي على فكرة معاها بسلة حطي، عايزة تحطي معاها قطع جزر مبشور حطي، بس هي ده الأساس بتاعها. يعني أنا جبتلك الوصفة زي ما بتتعمل بالظبط بالأساس بتاعها. هعمل جنبها ايه؟ انا النهارده عامله جنبها كبده اسكندراني. كنا نفسنا فيها كده، وقلنا برضو تعتبر من نواشف وتغيير وتجديد، لان الواحد صراحه زهق من الاكل والله. الطاسه اهي على البوتاجاز. اهم حاجه لنجاح الكبده الاسكندراني يا جماعه انها تنزل في الطاسه سخنه مولعه، والزيت فيها سخن جدا زي ما انت شايفه كده، عشان اول ما تنزل تقوم واخده لون كده، نقلبها تقلبتين. اوعي انها تجيب ميه، لو الكبده جابت ميه معاكي يبقى كده معناها حاجتين: لا اما نوع الكبده وحش، لا اما الطاسه كانت ساقعه، ودي حاجه مش كويسه خالص، هتبوظ لك طعم الكبده وتخليها زفره. هنا بقى هعمل شويه سلطه الطحينه بقى، عشان ايه؟ عشان السكالانس كده، ونظبط السكالانس بتاع الكبده وبتاع الاكله وبتاع الوصفه بتاعتنا. انا بحب اعمل يا جماعه الاكله متكامله من كل حاجه. تمام كده. طبعا سلطه الطحينه سهله جدا ما فيهاش حاجه. هتنزلي استني، هنا دخلت في حته تانية، نرجع تاني للكبده. نزلت عليها بقى بعد ما شربت الميه بتاعتها كلها كده وغيرت لونها، ننزل عليها فصين 3 توم مفرومين، فلفل طبعا ده اساسي، لو عايزه تحطي فلفل رومي كده قرنين 3، حبه ملح حبه فلفل حبه كمون، وطبعا عصره الليمونه دي اساسي، ليمونتين 3، وحطي حبه الخل. بتوديها بقى في حته تانية خالص. دي بتاعت الشارع يا جماعه، دي الكبده الاسكندراني بتاعت الشارع، وحبه البقدونس في الاخر دول طبعا لا يعلى عليهم، وبيخلوا لك الريحه روعه. رجعنا تاني بقى للطحينه. هنزل بقى بشويه خل حبه ملح فلفل كمون. هم دول الابطال بتوعنا النهارده، التوابل: ملح فلفل كمون، كزبره ناشفه. ما بحبش بقى احط اي بهارات تانية، دي افتكاسات ملهاش اي 30 لازمه، زي ما انت شايفه كده. حبه ملح فلفل كمون، فص توم، وساعات لو ما عنديش توم بقوم حاطه توم باودر، بتبقى روعه. وتقلبيها وبألف هنا وشفا. عايزه اقول لك دي طحينه بيور بتاعه المطاعم بره، ساعات بيحطوا فيها عيش مبلول، بس صراحه انا بحبها كده. يعني ايه؟ بحب اكل حاجه مظبوطه يا جماعه، مش هنعملها كل يوم، فتعملي حاجه مظبوطه، وفي نفس الوقت الطحينه مش هتبقى مكلفه معاكي قوي يعني. بصي القوام بتاعها، بصي الجمال، جميلة جميلة جميلة. يا رب كده الوصفة بتاعتي تكون عجبتك النهاردة. اهو هنا بقى جبت الفينو وفتحته وحطيت فيه بقى الجرجير والكبدة بقى بعد ما استوت، وعصرة الليمونة والطحينة. وبصي عايزة اقولك تعالي كلي معايا، والله العظيم لو اقولك على جمالها وعلى الريحة بتاعتها بجد تحفة. طبعا احنا عارفين ان كلنا بنحب الاكلات دي، والاكلات السريعه بتنفع جدا يا جماعه في البيت. راجعه بقى متاخره من الشغل، صاحيه مش قادره تعملي حاجه، الجو البرد ده، طبعا الجو البرد ده برضو يا جماعه عايز محاشي، مش عايزين نكذب في الموضوع ده ونخبي على بعض، بس ساعات الواحد بيتعب او بيزهق، فيبقى في ايه شويه تغيير كده. حبيت اختم لك بالشكل الجميل لطبق السلطه الرائع ده. لازم تجربيه، واكتبي لي بقى كده